خليك عارف كويس ان الايام بتجري، وشهر واحد جرب، شهر واحد جرب جدا والايام بتجري. وطالما جه عليك شهر واحد هتقعد تندم وتقول يا ريتني ذاكرت، وتلاقي نفسك اتزنقت ومش عارف تذاكر ايه ولا تلم ايه، وتلاقي تقريبا يعني نص المنهج متراكم عليك. صدقني الايام بتجري، هيجي عليك يوم وتقول يا ريت اللي فات يرجع، يا ريت اللي فات يرجع. فتالتة اعدادي تلحق نفسها من دلوقتي قبل ما يجي شهر 12. لو دخلنا على شهر 12 اعمل حسابك انك اتزنقت. تالتة اعدادي ابوس ايدك، ابوس ايدك تاني، الايام خلاص كتير جدا فات وفاضل بس قليل جدا على الامتحانات. فحاليا دلوقتي خلينا في موضوع الفيديو. تالتة اعداد الناس اللي متراكم عليها المنهج بكميات كبيرة، والناس اللي لسه بتأجل لبكرة وبعده ونايمة ومش هتفوق غير في شهر 12. طبعا انا جبت لكم شوية مذكرات كده كويسين بصيغة البي دي اف. الافضل يعني لو في حاجة متراكمة عليك تذاكر من المذكرات دي، لان دي مذكرات كويسة هتكون لما الدنيا شوية. احنا دلوقتي في الايام دي بنحاول ان احنا نلحق نفسنا. الشهر اللي احنا فيه ده لو ملمناش فيه هنتزنق. فانا جايب لكم شويه مذكرات تحفه بصراحه بصيغه البي دي اف في جميع المواد، سواء دراسات او علوم او عربي انجليزي، اي ماده عامه يعني زي ما تحب. جايب لك جميع المذكرات بتاع تالتة اعدادي بصيغه البي دي اف، وهتلاقيها فين؟ هتلاقيها في اول تعليق تحت. جميع مذكرات تالتة اعدادي بصيغة البي دي اف فين؟ افتح تحت كده اول تعليق هتلاقي جميع الروابط. تمام، بس قبل ما تفتح التعليق لو انت مش عامل اشتراك اشترك في القناة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. واي مذكرة تانية انت عايزها قول لي عليها في التعليقات، برد على الكل. الروابط هتكون فين؟ في التعليقات او في صندوق الوصف. لمت لكم كده شوية مذكرات كويسة. الناس اللي ذاكرت تقرا المذكرات دي، طريقة جديدة تتعرف على طريقة أسئلة جديدة، شرح بطريقة مختلفة عشان تكون عارف كذا طريقة ومحدش يقدر يلف عليك في الامتحانات. تالتة اعدادي السنة مهمة جدا بالنسبة لك، يا ريت تبدأ من دلوقتي. ابوس ايدك ابدأ من دلوقتي، لان انا عارف اللي هيحصل في شهر 12، عارفه جدا وحافظه. فالمذكرات دي هتكون ملخصة شوية عن الكتاب. يعني مثلا المذكرة بتكون حجمها صغير، يعني حجمها صغير جدا تقريبا 60 أو 70 ورقة يعني، لكن الكتاب بيكون كبير. فأنت عايز تلم منهج متراكم عليك ذاكر من المذكرة. والناس اللي عندها مذكرات فعلا في البيت تذاكر منها. احنا دلوقتي في الوقت الضايع يعني بنحاول نلم على قد ما نقدر. واي حد محتاج اي مذكره تاني او ملخص يكتب لي تحت في التعليقات وهبعت له، سواء عربي انجليزي دراسات زي ما قلت عامه يعني. بس الملخصات مش دلوقتي، يعني كمان كام يوم كده وانزل لكم الملخصات، لان لسه برضه بدري عليها. الملخصات دي بتكون في شهر الامتحان، بس احاول ان انزلها بدري شويه. لكن المذكرات في صندوق الوصف او في اول تعليق تحت. جميع المذكرات زي ما قلت بصيغه البي دي اف. والتالتة اعدادي سنة مهمة جدا 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 بالنسبة لك. السنة اللي هتحدد حياتك النهاردة هتكون فين، وبكرة هتكون فين برضه يعني، والحاجات دي. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.